البلاصة صغيرة برشا، فهمتني. إن شاء الله نجم ندخلوا ما نحلوش. أنا قريب نوصل للبلاصة. السلامة الناس الكل. اليوم نحن قدام بلاصة من أقدم البلايص في الدنمارك، بلاصة عمرها 5000 سنة، يمكن في العصر الحجري في الدنمارك ولا حاجة. معروفة باسم غرفة العمالقة. بلاصة غريبة شوية، خاطر الناس مازالوا حايرين كيفاش تحطت كيفاش تبنات، وخليكم معنا باش تشوفوها من داخل كيفاش. هذا رسم البياني تاع البلاصة، فيها حجر كبير برشا مش عارفين كيفاش تحط اصلا. كانت شجرة ظهر لي وقصوها. كانوا فما دي فيزيتور مشاو. هذا المدخل متاع البنية ولا شنو تتسمى. هي كانت يقولوا مقبرة ولا حاجة. جبنا اللامب الكتريك خذها من البسكليت. توا باش ندخلوا في الممر هذايا ضيق طوله 7 متر، لازم نطبسوا. البلاصة صغيرة برشا، فهمتني. ان شاء الله نجم ندخلوا ما نحلوش وباش نكتشفوا. خليكم معنا. هذه نبذة على كيفاش مبنية. شوفوا الحجر كيفاش. بسم الله. بلاصة ظلمة برشا. هذه هنا عاملينها سيبور باش ما تطيحش. هذه كيفاش مبنية معرفش كيفاش ظاهرة ولا. وصلنا لوسط الغرفة، مش كبيرة برشا، مش عارف ذي شنو. الأحجار السقف فيها، خليني نوريكم السقف. فيه حجرات كبار برشا، فهمت. 4 حجرات السقف هذا، فهمت. قال لك كل واحدة توزن تقريبا 10 طن، فهمتني. والمشكلة كيفاش جابوهم هذوم الحجرات، واللي هما قال لك كانت الدنيا عصر حجري ولا شنو. قالوا لي هما ناس طبيعيين هزوا الحجر هذوما حطوهم، لكن مش عارف. في نفس الوقت هي وقتها كانت الدنيا بدائية برشا عندهم. فما اساطير تحكي تقول انه العمالقة هم اللي بنيوا البنية هذه. حاطط المودن وين باش نصور سينما ما ترى شيء، كان نحي معنا ما نرى شيء هكا. فما شكون ينجم يبات فيها هذه؟ نجم تقولوا لي في التعليقات اذا كان واحد ينجم يبات في البلاصة هذه. الحاجة الباهية اللي تدخل بلاش هي بلاصة هكا تاريخية وحاطينها مش مستحقة باش تكون بالفلوس يعني. غريبة البلاصة هذه. الحجرات اللي فوق معرفش كان باينين لكم بالكدا. هذه حجرة كبيرة، وهذه الثانية، وهذه الثالثة، وغاديكا الرابعة. بخلاف هذوما يعني في الحيط الحيوت الأجناب حجر كبير برشا زاد. وهذه حجرة أخرى، ها هي حجرات كبار يعني.
بالنسبة للناس اللي تحب المغامرات أكيد تعجبهم بلاصة كيما هكا، خاطر تحسها بلاصة غامضة ومش فاهمينها علاش وما فهم. المشكلة ما فيهاش حتى شيء موثق يعني كتاريخ ولا حاجة، ما فيهاش. هما قالوا احتمالات يعني. بلاي حجر كبير لأنه مندية هاي فما ماء. توا خلينا نخرجوا خاطرها مش مستحقة برشا حديث البلاصة، فهمتني. خرجوا ليا لازمها إفوار واحد نطبس كيما هكا. التورش تاع البسكليت والله استحقيته. ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج متاع اليوم، وما تنساش باش تعمل لايك واشتراك في القناة باش نشوفوا ونكتشفوا مع بعضنا برشا بلايص اخرين.